الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. خرجه البخاري ومسلم، أي متفق عليه. هذا الحديث عن عائشة، وهي أيضا من المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث. فعائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن، أي يفضل تقديم الأيمن على الأيسر، يده اليمنى وشقه الأيمن ورجله اليمنى على اليد اليسرى وعلى الشق الأيسر وعلى الرجل اليسرى. فهذا يعني يستحب كما سيأتي معنا في تنعله، أي لبس النعال. عرفتم النعال؟ معروف النعال صندل، أي لبس يعني لبس الحذاء، أي لبس صندل أو يعني سبورت، هذه بوت أو غيرها. يبدأ باليمين وترجله، تسريح الشعر، تمشيط الشعر، تسريح الشعر. فالترجل أي ترجيل الشعر، وهو تسريح الشعر. يبدأ بالشق الأيمن ثم يعني الشق الأيسر. قال: وترجله وطهوره بضم الطاء، طهوره يشمل الوضوء، يعني معروف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبتدئ بيده اليمنى ثم اليسرى، وكذلك رجله اليمنى ثم اليسرى. أما الوجه فهو يغسل مرة واحدة، لا يبدأ باليمين ثم اليسار، لا، يغسل مرة واحدة. وكذلك الرأس يغسل مرة واحدة. وكذلك الغسل، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من يعني غسل من الجنابة أو يغسل، يبدأ يغسل جنبه الأيمن ثم جنبه الأيسر ثم يعني شقه الأيسر. وفي شأنه كله، أي من الأشياء المستطابة، كهذه يعني الأمثلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: تنعل ذكرتها عائشة، والترجل، والطهور. وفي شأنه كله قال الشيخ تقي الدين: عام مخصوص، بمثل دخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوهما مما يبدأ فيه باليسار. فيعني مما هذا يعني قريب الحديث، ومما يستفاد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفضل تقديم اليمين في شأنه كله. ومما ذكر في يعني الطهور وفي الترجل وفي التنعل. قد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال أي الإمام النووي: قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: يستحب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم، كالوضوء والغسل ولبس الثوب، تبدأ بشق الأيمن، والنعل والخف والسراويل، ودخول المسجد، والسواك، والاكتحال، تقليم الأظافر. السواك لما تتسوك تبدأ بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر. والاكتحال وضع الكحل، عرفتم الكحل؟ تستخدموا أنتم، الاندونيسيين يستخدمون، صح؟ هذا الذي يكون أسود يوضع في العين، صح؟ بحديد صغير كذا يوضع هنا. تبدأ بالعين اليمنى ثم العين اليسرى. قال: وتقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الإبط وحلق الرأس
والسلام من الصلاة تبدأ باليمين. قال والخروج من الخلاء. ما هو الخلاء؟ حمام، كمر مندي حمام. والأكل والشرب، تأكل وتشرب باليمين. هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء أنه يبدأ بيده اليمنى ثم اليسرى، وأيضا رجله اليمنى ثم اليسرى، صح؟ وكذلك في التنعل لبس النعل، لبس النعل، تلبس الحذاء، أي نوع من أنواع النعل، مفهوم؟ صندل أو بوت، عرفتم بوت حق الرياضة؟ أيوة، أي سموه؟ سباتو. أيوة، أي نوع من أنواع الأحذية، سباتو، صندل، تبدأ بالرجل اليمنى. النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه حديث قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع أي خلع، يخلع إنما يخرج، فليبدأ باليسار، لتكون اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من باب الآداب، هذا مستحب وليس بواجب، هذا من باب الآداب يقول العلماء، هذا مستحب وإن كان الأمر، لكن هذا من باب الآداب يحمل على الاستحباب. فعندما تلبس نعلك تبدأ باليمين، لبس لبس ممكاي، اللبس ممكاي. وإذا أردت أن تخلع فلباس صعب. وإذا أردت أن تخلع تبدأ باليسار، مفهوم؟ عند اللبس تبدأ باليمين، وعند الخلع تبدأ باليسار، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتكون اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. يعني إذا خلعت اليسار ثم اليمين، آخر شيء اليمين، وفي البداية تبدأ باليمين، تلبس اليمين، وعندما تخلع تبدأ باليسار. وكذلك دخول المسجد جاءت أحاديث لكن لا تصح، لكن هذا من باب التكريم كما قال وفي شأنه كله، يستدل بهذا من باب التكريم، لأن المسجد دخول مكان عبادة، صح؟ مكان العبادة، ويعني دخوله للعبادة، فمن باب هذا من باب التكريم. إذن نقدم الرجل اليمنى. وأن لم يعني هناك لم تصح، جاءت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليبدأ بيده اليمنى، لكن لا يصح هذا الحديث. واستدل يعني بعض العلماء بأنه يستحب أن يدخل باليمنى بهذا الحديث وفي شأنه كله، وبعض العلماء قال دخلت باليمين أو باليسار، لكن يعني يؤخذ لا بأس بهذا القول بعض العلماء أخذا بهذا الحديث وفي شأنه كله. والسواك والاكتحال، قال وتقليم الأظافر وغص الشارب ونطف الإبس وحلق الرأس، جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، مسألة حلق الرأس عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمر فمنعه كفار قريش، وكان صلح الحديبية، فقال للصحابة حلوا خلاص، يعني ما سندخل الحرم، تحللوا، اذبحوا الهدي وتحللوا، البسوا لباس العادية، اخلعوا الإحرام، كانوا محرمين، لكن منعتهم قريش عن الدخول إلى يعني مكة، وفعلوا صلح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلاص انتهت عمرتنا، حلوا. فلم يعني الصحابة لم يحلوا، يعني كانوا يؤملون أنهم سيدخلون ويعتمرون، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على زوجته، إحدى زوجاته أظن أم سلمة أو من غيرها فقال أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة لم يحلوا، أمرتهم ولم يحلوا الإحرام، لعلهم يأملون أن يدخلوا إلى مكة. قالت له رضي الله عنها ابدأ أنت أولا، حل أنت وسيحل الصحابة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بالحلاق، فأمره أن يحلق شقه الأيمن ثم شقه الأيسر، وهذا ما أحد يفعله مننا، صح؟ نحن ننسى مثل هذا يعني مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما رأى الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قد حلق ونحر هديه،
فعلوا مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والسلام من الصلاة. عندما تسلم إلى أين نسلم؟ إلى الجهة أولا. السلام عليكم ورحمة الله من الصلاة إلى الجهة يمنى. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، لا يصل السلام عليكم من الجهة، صح، من الجهة اليمنى. فلذلك هناك بعضها يعني مستحب وبعضها واجب. قال: والخروج من الخلاء. إذا جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم الخلاء فليبدأ باليسرى، وإذا خرج فليبدأ باليمنى، بما معنى هذا الحديث، لكن لا يصح. لكن قال العلماء من باب التكريم، الخروج من الخلاء من باب تكريم من الحمام، لأن الحمام موضع النجاسة عند الدخول وليس للتكريم. إذا نبدأ باليسرى، نبدأ بالرجل اليسرى، لكن عند الخروج نخرج إلى مكان ليس محل النجاسة، إلى مكان التكريم، نبدأ باليمنى. وكذلك المسجد عندما ندخل نبدأ باليمنى لأنه محل عبادة، عندما نخرج من المسجد نبدأ باليسرى لأنه ليس محل العبادة خارج المسجد، أن كله يعني الأرض، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، لكن هذا خصص للعبادة، خصص للعبادة، وأن المساجد لله. قال: والأكل، الأكل باليمين هذا واجب، كل بيمينك، كل مما يليك، لا يجوز الأكل باليسرى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكل بشمالك فإن الشيطان يأكل بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله. وكذلك الشرب، نشرب باليمنى ولا يجوز الشرب باليسرى. والبعض وكثير من الناس اليوم خاصة إذا كان الشراب مع الأكل يأكل باليمنى، لكن في الشراب يشرب باليسرى، صح؟ ويعني هذه تعلموها من يعني الغرب، من الكفار، ويعني كانت أولا قليل ثم الآن كثرت بين أوساط المسلمين، لأن هذا يرى الولد يرى أباه والصاحب يرى صاحبه، يعني ثم ما هي حجتهم؟ يعني أنا مرة من المرات كنت في بيتي يعني بعض يعني أقارب الزوجة، فرأيت يعني يأكل باليمين تمام ثم يشرب باليسار، لماذا؟ قلت له: ما يجوز. قال: لأن يعني الإناء سيتسخ إذا شربت باليمين، يدي متسخة فأشرب باليسار. فالجواب ماذا نقول له؟ اتساخ الإناء سهل سيكسل، صح؟ لكن إذا اتسخ القلب بالمخالفة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما قلب، يعني إذا يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءت الفتن أو إيش القلب على قلبين أبيض مربادا، يعني أيما قلب يعني عصى الله هكذا نكت في قلبه نكتة سوداء، هذه معصية. إذن القلب سيتسخ، صح؟ الأهون الأيسر اتساخ الكأس أو اتساخ القلب؟ اتساخ الكأس، لأن الكأس لا بأس سيكسل مثل الوعاء، خلاص نغسله خلاص. لكن القلب لابد من توبة، وقد يعني لا يتوب ذلك العبد، يظن أن هذا ليست معصية، هذا خطأ. فنقول الجواب، نقول له: اتساخ أن يكون متسخ الكأس ولا أن يتسخ قلبك بمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. لا بأس أن يتسخ الكأس ولكن لا يتسخ قلبك، لأنك إذا شربت باليمين تخالف النبي صلى الله عليه وسلم وتكون مثل الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكل يعني ولا تشرب باليمين، كلوا واشربوا بمعنى حديث النبي باليمين. فإن لا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل والشرب باليسار. لماذا؟ قال: فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله. تريد أن تكون مثل الشيطان؟ من منا يريد أن يكون مثل الشيطان؟ ما أحد. إذا تريد أن تكون مثل الشيطان اشرب بالشمال. فهذا يعني هذه شبهة باطلة يأتي بها هؤلاء في وقت، خاصة إذا كان الأكل يعني الشراب مع الأكل، وقت الشراب يشرب شاهي أو عصير مع الأكل أو ماء، يأكل باليمين ويشرب باليسار لأجل لا يتسخ هذا القلص. وهو ليس صواب، إنما يعني هذا يزين له الشيطان، يزين لهم الشيطان، يقول القلص يتسخ، القلص سيكسل سهل،
هذا الإناء الذي فيه الطعام لا يتسخ. الإناء الذي فيه الطعام هو متسخ، الغلص مثله سيغسل معه. أو أن هذا الإناء يعني إذا كان لا يتسخ إذن لا تضع الطعام في إناء، ضعه في قرطاس لكن لا يتسخ. كل الآنية لا تتسخ. إذن الآنية صنعت لماذا؟ للطعام، صح؟ طيب هل يعني الآنية خلاص إذا اتسخت نرمي بها أو نغسلها؟ نغسلها. إذن هذا القلص الذي تشرب به سيغسل لا بأس. لا تأتي بهذه الشبهة شيطانية، شبهة شيطانية يقول لا يتسخ القلص أو غير ذلك من الشبه. فهذا كثير مشاهد، صح أو خطأ؟ كثير من المسلمين في وقت خاصة الأكل عند الشرب يشرب باليسار ويأكل باليمين، فهذا خطأ، هذا خطأ. كل واشرب بيمينك، كل واشرب بيمينك. قال والأكل والشرب والمصافحة. عند المصافحة التكريم بماذا نصافح؟ باليسار وباليمين؟ باليمين مصافحة، السلام عليكم، باليد اليمنى، والذي صافحنا باليد اليمنى. واستلام الحجر الأسود والأخذ والعطاء، هذا أيضا الأخذ والعطاء عندما تعطي عندك شيء أو يعني تريد أو تشتري، يستحب أن تعطي النقود بيدك اليمنى وتأخذ باليد اليمنى، وكذلك البائع يعطيك باليد اليمنى ويأخذ باليد اليمنى. وإذا تريد أن تعطي صاحبك شيء أيضا كتاب أو يعني تعطيه أي شيء تقول خذ باليد اليمنى، لا تعطيه باليد اليسرى، لا، يستحب باليد اليمنى، تعطيه باليد اليمنى. وكذلك إذا أعطاك صاحبك تأخذ أنت باليد اليمنى، فالأخذ والعطاء يكون باليد اليمنى، هذا يستحب. قال وغير ذلك مما هو في معناه. ويستحب تقديم اليسار في ضد ذلك كالامتخاط، يعني إذا أنت تمتخط باليد اليسرى، والاستنجاء، لكن هذا ننساه وأنا أول واحد، إذا أنتخط باليد اليمنى، وهذا الأفضل الانتخاط باليد اليسرى. قال والاستنجاء هذا واجب، يستنجي أحدكم بيمينه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يستنجي أحدكم بيمينه. استنجاء غسل مكان البول أو الغائط، لا يجوز باليد اليمنى، لا يجوز، وإنما يكون باليد اليسرى. قال ودخول الخلاء والخروج من المسجد وخلع الخف والسراويل والثوب والنعل عكس ذلك، وفعل المستقدرات وأشباه ذلك. ثم ذكر رحمه الله الأدلة الواردة في ذلك. ذكر الإمام النووي، هذا من كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى، ذكره يعني قال أصحابنا، أي مذهب الإمام الشافعي. الإمام النووي رحمه الله تعالى مذهبه مذهب شافعي، إذا قال أصحابنا أي أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، رحمهم الله جميعا. قال إذن هنا فائدة، مسألة الوضوء قلنا في اليدين والرجلين يبدأ باليد اليمنى والرجل اليسرى. ذكر العلماء أن هذا مستحب ليس من الواجب، هذا الأفضل وهو المستحب، الأفضل والمستحب. فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين في الوضوء سنة، لو خالفها أي بدأ باليد اليسرى أو بالرجل اليسرى فاته الفضل وصح وضوءه. الوضوء صحيح لكن فاته الفضل من تقديم اليمين على اليسار. قال وقال رحمه الله تقديم اليسار وإن كان مجزئا فهو مكروه كراهة تنزيه، نص عليه الشافعي رحمه الله في الأم، هذا كتاب للإمام الشافعي اسمه الأم. فتقديم اليسار على اليمين في الوضوء سواء اليد أو الرجل هذا
مكروه كراهة تنزيه. وقال ابن قدامة رحمه الله: ولا يجب الترتيب بين اليمنى واليسرى، ولا نعلم فيه خلافا، لأن مخرجهما في الكتاب واحد. قال الله تعالى: وأيديكم وأرجلكم، ولم يقل واليد اليمنى ثم اليد اليسرى، قال عز وجل: وأيديكم وأرجلكم. قال: والفقهاء يعدون اليدين عضوا والرجلين عضوا، ولا يجب الترتيب في العضو الواحد. اليدين عضو واحد والرجلين عضو واحد، لا يجب الترتيب، لا يجب، وإنما هو سنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يأتي عنه أنه بدأ بيده اليسرى أو برجله اليسرى، وإنما يبتدئ بيده اليمنى ورجله اليمنى. إذن يؤخذ من هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها، أن ما كان من باب، أخذ منه العلماء أن ما كان من باب التكريم، من باب التكريم، هذه قاعدة، أن ما كان من باب التكريم فيستحب البداءة باليمين. ما كان من باب التكريم والتزيين ما يستحب البداء باليمين، وما كان عكسه من باب ما هو مستقدر فيستحب فيه البدء باليسار، البدء باليسار. فاليد اليمنى يعني تجعل للأشياء الطيبة، تقدم اليمين للأشياء الطيبة، هذا هو الأفضل شرعا وعقلا وطبا، وجعل اليسار للأشياء المستقدرة، الأشياء المستقدرة. فلذلك يعني الاستنجاء، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجي باليمنى، وأن يمس ذكره باليد اليمنى. هذا ما يتعلق بحديث اليوم، وهو حديث صغير، صح؟ تحفظونه جميعا. طيب، تسمعوا فايز، رزقي، رفقي، سلمان، عبد الرزاق، عبيد الله، أزكى، ديكي أو ديكا، عبد الرحمن، همام، همام، أبرار، همام، يوسف، دفا، محمد، أو من؟ عبد الله، عفان. اسمك؟ شفيق، 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 يزيد، عبد الغني. هذا ما عرفتك بهذا، والبقية تمام. غدا تأتوا بهذا الحديث إن شاء الله. غدا ما في درس، يوم الجمعة، غدا سأخرج إن شاء الله، يعني يوم الجمعة معكم. أيوة، غدا أنا سأخرج إلى خارج، معكم يومان ما شاء الله. سهل الحديث. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. متفق عليه. حديث صغير، تمام إن شاء الله، تحفظونه كلكم، تمام. أبرار، أبرار، همام إن شاء الله، سواء تقول مهريين. أوكي. طيب، أجد سؤال. هذا مستعجل، مستعجل، هذا شبات يعني، لا يجوز، هذا أكل، لا يجوز. كل بيمينك. لماذا تأكل هكذا؟ أو وتضع يعني البسباس معها قليل، أو تأكل تضع ثم تأخذ بسباس. عادتك. إذن
عادتك ولو كانت مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم خلاص، هذا عادتنا. عادة العادة التي يعني ليست مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بها، أما مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ما في عادة. قل لو قال النبي صلى الله عليه وسلم ما في عادة عند النص. إذا كان عادة إذن كفار قريش هم على حق. قل له كفار قريش على حق. لماذا يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة، نحن يعني هذه عادة آبائنا، نحن نعبد الأصنام، عادة آبائنا. هل قبلت هذا الكلام؟ يقبل هذا الكلام؟ هل قبل؟ النبي صلى الله عليه وسلم تركهم قال هذه عادتهم، قاتلهم. إذن هذه العادة مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بيمينك، لا تأكل باليسرى فإن الشيطان، لا تأكل ولا تشرب فإن الشيطان يأكل بيساره. هذه عادة الشيطان، عادتك إذن أخذتها من الشيطان. قل له هذه ليست من النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من الشيطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يأكل ويشرب بشماله. هكذا رد عليه، هذه ليس عادة المسلم. قل له هذا أخذها يعني من عادة الشيطان. فالعادة يعني لا يعني يعمل بها مقابل النص. العادة نعم، والعرف معمول به إذا ورد. يقول الإمام السعدي هي قاعدة من القواعد الفقهية، والعرف معمول به ماذا قلت أنا؟ والعرف معمول به إذا ورد والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف. أيوة، والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يرد. إذا كان العرف نعم، إذا جاء عرف نعمل به، عرفنا هكذا، عادتنا هكذا. لكن إذا لم يرد من الشرع قال والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يرد. لكن هذا رد، جاء حديث مخالف لهذا، فالعرف معمول به نعم، لكن إذا كان هناك حديث يخالف هذا العرف فلا يعمل بهذا العرف، لا يعمل بهذا العرف. هذا. وقال صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليأكل وليشرب بيمينه وليأخذ بيمينه وليعطي بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويأخذ بشماله ويعطي بشماله. فهمتم؟ يأخذ ويعطي، هذا. طيب هذا خذ أنبل باليد اليمنى، هات باليد اليمنى ثم. فهمتم؟ هذا ليس لك. يأخذ بيمينه، أي هذا الآن رزقي أولا أخذ صح مني، أنا أعطيه باليد اليمنى ثم هو يأخذ باليد اليمنى، وإذا يعطيني باليد اليمنى ثم أنا أخذ باليد اليمنى. قال فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويأخذ بشماله ويعطي بشماله. إذن نحن نخالف الشيطان، أمرنا بمخالفته. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ما شاء الله. طيب هذا الذي باليدين عندنا مثال. طيب أنا أريد يعني تكتبوا طيب لأجل أن تعلموا العربية. باليدين هذا نحن عندنا مثال، من أكل بيديه اختنق، الذي يأكل بيدين ثم يموت يختنق. فهمتم؟ والذي يشرب بيدين كيف؟ هكذا باليدين، القلص كبير يعني أنت عطشان. بقالون قد يوجد هذا. فهذا يعني للضرورة يعني ما فيه، خلاص الآن هو أخذ بيديه يعني اليسرى واليمنى، لأنه لا يستطيع أن يحمله بيد. الأصل الشرب باليد اليمنى، لكن هنا ضرورة موجود عندنا في اليمن، يعني بعض أشياء كبيرة للشرب يقدم للشرب، خاصة في الأستاذ عبد الرحمن ليس هنا هذا. عندنا في البدو مناطق، يعني البدو إلى الآن ما زالوا يأتوا يعني إناء كبير، نحن نسميه طاسة، أنتم ماذا تسمونه؟ يعني كبير، تضطر أن تشرب بيديك ضرورة. هذا
الضرورة ليس تغسل يديك. هذه قصة أستاذ عبد الرحمن عندما ذهب معي إلى اليمن السنة الأولى، نذهب إلى منطقة بدو، نزور إخوة هناك، نزور الشيخ أبو إبراهيم، هو ذهب قديم عندما كان في اليمن، أستاذ عبد الرحمن بن الحجاج عندما كان في اليمن قديم ينزل دعوة إلى هذه المنطقة في رمضان. فعندما جاء قبل سنة أو سنتين أيوة، أنا ذهبت إلى السعودية، أخذته إلى اليمن، فذهبنا إلى هذه المنطقة. فكان يعني نحن عند الأصل عند هذا الأخ، لكن هو معزوم للعقيقة في بيت. هذه المنطقة كلهم يعني بدو، يلبس البندقية وهذا شيء عادي. فذهبنا فجاءوا أنا ما انتبهت بالماء للشرب في إناء، أنا أخذت شرب. أنا ما أنبه عبد الرحمن بجانبي، أستاذ عبد الرحمن، وهو ما ينتبه. ثم يعني يأتي آخر، هم يعني ليس واحدة فقط، يأتوا بهذا ثم يأتوا لأستاذ عبد الرحمن بواحدة أخرى. أستاذ عبد الرحمن يغسل يديه يغسل يديه في الإناء هذا للشرب. ما يدري، خلاص الرجل يأخذها مباشرة يرمي بالماء. هذه يعني هذا ليس يحصل يعني حصل أيضا لواحد يمني، يعني من مدينتي، واحد من اليمن من نفس المدينة، لكن نحن هذا ما نعرف في عادات بعض المناطق، ما نعرف هذه العادة، ما نعرف هذه العادة. هو ذهب دعوة إلى منطقة في يعني شبوة في البدو، وعادتهم هكذا، وهو كان في أول المجلس، مجلس غرفة كمر كبيرة، ديوان نحن نسميه، الناس كثير، يعني ضيافة، يذبحوا الغنم ويأتي الناس، وهو كان في أول واحد، هم يأتوا بالماء، هو ما يدري، يغسل يده. ثم هذا الأصل، هو إذا شرب ثم يعطي للثاني هكذا، مفهوم؟ أنا أشرب ثم أعطي لمن بعدي، أو يأخذ هو الذي يقدم، يأخذ ويعطي من بعدي. ثم هذا الأخ يغسل يديه، يأخذ يرميه إلى آخره، خلاص الماء ليس صالح للشرب. فهذه يعني بعض العادات، يعني عادات سبحان الله، كل واحد وعاداته وأعرافه. يعني نحن نضحك على هذه الأعراف، وهم في بعض الأعراف عندنا يضحكوا علينا. إذن فلا أحد يضحك على أحد، لا أحد يضحك على أحد. في عادات عندكم وفي عادات عندنا مختلفة كثير، في عادات مختلفة كثير. نقص لكم قصة في واحد من الأغبياء، ذكر ابن القيم في أخبار الحمقى والمغفلين، رجل كان في مدينة بعيد، مثلا هو في بالمبانغ وأبوه مثلا في جاكرتا أو في لامبوك صح؟ أبوه في لامبوك مثلا، يعني هناك يعني في هو كان في بغداد أظن، المهم نقول هو مثلا كان في لامبوك وأبوه هو في بالمبانغ وأبوه في لامبوك. كان قديم، ما في جوال صح؟ قديم قبل 1000 سنة صح؟ ما في جوال. كان إذا يريد رسالة يكتب صح؟ ثم هناك رجل يعني يعطى مال، يعطى هذه الرسالة ثم يوصلها، يعني تصل بعد يوم بعد يومين على حسب يعني القرب. هذا الرجل قليل، يعني ستريس قليل، ليس ستريس قليل. كتب الرسالة ثم ذهب إلى السوق يريد أن يرسلها في مكان، يعني أماكن الذي يعني يأخذ الرسالة، مثل بريد قديم كان موجود عندكم، موجود بريد، يعني يوضع الرسالة ثم يأخذها البريد هو بحث عن، ليس بريد، ما في بريد، لكن يعرف في هذا سيذهب إلى كذا، يعطيه هذه الرسالة. بحث ما وجد أحد. ماذا فعل؟
ذهب هو بنفسه إلى أبيه وأعطاه الرسالة. فهمتم؟ لماذا تعطيه الرسالة؟ أنت وذهبت خلاص بدون الرسالة. ذهب إلى أبيه وأعطاه الرسالة ثم رجع. وأعطاه الرسالة ثم رجع. هذا من أخبار الحمقى والمغفلين. قصص مضحكة. هناك رجل يعني له لحية، له يعني لحية، شكله شيخ عالم. إذا رأيت هذا عنده علم. دخل على الإمام، هو من يعني على الإمام أبي حنيفة، على الإمام أبي حنيفة. فسأل يعني الإمام أبو حنيفة عندما رآه كان يعني يمد رجله هكذا. الإمام أبو حنيفة يمد رجله، عندما رأى ذلك عطف رجله وجعل هكذا، رجله كاكي، صح؟ كاكي، أيوة، يعطف رجله. ثم يعني هذا يمكن عنده علم. الإمام أبو حنيفة جاء إلى الإمام أبو حنيفة قال له: متى يفطر الصائم؟ يسأل، هذا يسأل أبو حنيفة: متى يفطر الصائم؟ قال له الإمام أبو حنيفة: إذا غربت الشمس. صح؟ يفطر الصائم إذا غروب الشمس. فقال ذلك الرجل: ومتى تغرب الشمس؟ متى تغرب الشمس؟ هذا سؤال جيد. لا، ليس جيد. الشمس تغرب عندما تغرب. قال أبو حنيفة: آن لأبي حنيفة أن يمد رجليه. رجع أبو حنيفة مد رجله. مد رجليه. طيب، نكتفي بهذا القدر. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.